ورط نفسك في تعليم اللغات. عنوان غريب لكن بنفس الوقت موضوع مفيد جدا، رح نتناوله اليوم إن شاء الله. قبل ما ندخل للموضوع خليني أطرح عليك سؤال: هل أنت من الأشخاص اللي تعلموا لغتين أثناء المرحلة الدراسية؟ أحيانا تحتاج تعلم للغة تانية في وقت قصير جدا. خليني أوضح لك إياها بمثال. في الواقع هناك آلاف الطلاب تعلموا لغتين في وقت واحد. تخبرنا الدراسات أن المشكلة لا تكمن في تقصير الطلاب، بل في طريقة تدريسها وإعطائها وشرحها للطلاب. حفظ الكلمات لا تصلح سوى للامتحانات، وبعد الامتحان رح تتلاشى الكلمات من الدماغ وينتهي كل شيء. سؤال القوي هو: هل هناك بدائل متاحة لتعلم اللغة؟ خليك معي ولا تروح بأي مكان حتى نتعرف على البدائل المتاحة. تحكي مع حالك وبتسأل نفسك إذا كان هالموضوع مجرد خيال. خليني أخبرك إنه كل خيال في الحقيقة أصبح واقع. يعني خلينا نحن نتذكر أو نذكر بعض الأشياء، إن كان عن الطائرة ولا دبابة اللي صارت تمشي على المي، ولا الباخرة اللي عم تشيل أطنان، أو الطائرة اللي عم تشيل أطنان، أو العدسة اللي عم بتجيب عن بعد كيلومترات. هاي كلها كانت عبارة عن خيالات، بغض النظر عن الذكاء الاصطناعي اليوم اللي صار يعمل كل شيء في حياتنا اليومية. خلينا نرجع لصلب الموضوع، وهو انك انت بتقدر تتعلم اشياء كتير كبيرة اثناء النوم، وهذا اللي كشفت عنه مدرسة المعلمين العليا في جامعة باريس. الدماغ البشري بيتعلم ما يسمع ويخزن بمراحل معينة اثناء النوم. ركز معي كتير على موضوع مراحل معينة اثناء النوم. عملت الدراسات على البحث من تكوين ذكريات جديدة طول الليل عن طريق استخدام نموذج لتذكر الضوضاء، مثلا صوت ثابت غير متغير مثل صوت المطر. وكشفت الدراسات أن المشاركين تمكنوا من حفظ أنماط الصوت التي تجري عزفها خلال مرحلتين من النوم. الأولى النوم الريمي، وهي مرحلة الوعي التي نرى بها الأحلام، والثاني اللاريمي، وهي مرحلة النوم الخفيف. بيكون الشخص منا أثناء النوم بمرحلتين في وضعية جسم واحد وغير منتبه للبيئة المحيطة، إلا أن الدماغ تتصرف في شكل مغاير. إذا فنظريا نحن ممكن نتعلم لغة تانية، يعني الدماغ رح تألف سماع لغة تانية أو لغة أجنبية أثناء النوم. هناك علاقة تربط النوم والذاكرة ارتباط عميق، وهي علاقة مركبة لأن مستوى النشاط الخلايا العصبية في الدماغ أثناء النوم متغير بشكل مذهل. أثناء النوم تزيد المساحة بين الخلايا العصبية في الدماغ بنسبة 60%، ويتم ضخ السائل النخاعي حول المخ، مما يؤدي إلى تنقية المخ من أي سموم أو فضلات قد يؤدي تراكمها إلى الإصابة بالخلل. تم التوصل لنوفمبر عام 2006 في قفزة في معركة التعلم أثناء النوم، وقد تبين أن هذه المعلومات تتخزن في منطقة عميقة جدا في الدماغ لفترة قصيرة ثم تتحرك بعد عدة أيام، وخاصة أثناء النوم العميق لقشرة الدماغ لتصبح في مجال الذاكرة طويلة الأمد. للنوم أهمية كبيرة في التعلم والتذكر، حيث تنشط الخلايا العصبية في الدماغ. قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قد مضى علماء الإسلام للاستماع إلى القرآن الكريم أثناء النوم، لأن الدماغ تقوم بتخزين الآيات وتساعدهم على حفظها وإتقانها بشكل أسرع. هذا الفيديو كان عبارة عن بحث عميق بالموضوع من كلام العلماء، وأنا مجرد ناقل للعلم ولست صانعه. وبناء على هالموضوع بإذن الله رح نقدم كورس كامل لتعلم اللغة التركية أثناء النوم، واللي هو رح يتصنف بأهم الدروس والأشياء اللي نحن رح نتعلمها في الدروس القادمة. لا تنسانا من دعوة صالحة، وإذا حبيت تشترك وتفعل زر الجرس حتى تصلك كل الدروس القادمة والتنبيهات. شاركنا برأيك ولا تبخل علينا لو عجبك الفيديو. كل الحب والسلام لقلوبكم، والسلام عليكم.